اسمعوا، هاي أذكى وصفة مكدوس وحيصدمكم سر النكهة. ومين ما حيتذوقها عندك قريب أو غريب رح يطلبك طريقتها فورا. بتشيلي منها مكونات، بتستبدلي بدلها مكونات. هذا الشيء اللي حنتعرف عليه خلال فيديو اليوم. لازم تجربوها. شوفوا لي هاللقمة المغمسة مع اللبنة، يا ويلي على النكهات قديش طالعة بتشهي. تعالوا نشوف كيف حضرناها. بس قبل ما نبدا الفيديو يا ريت صبايا لو ننزل على التعليقات نصلي على الرسول اكسب اجر انا وانتو. ايضا تحطوا لي لايك لهذا الفيديو فضلا ليس امرا، ونقول بسم الله ونبلش. كيف ما عم بتشوفوا معي عندي هون ما يقارب 6 قرون 7 قرون كبار من الفلفل الحراق. تمام، انا الحراق اللي عندي لسعته خفيفه، ولكن فيكم تستبدلوه بفلفل حراق حامي، فيكم بالبارد، كيف ما بتحبوا وكيف ما بتفضلوا. عندي هون ايضا حبه من الفلفل الرومي الاحمر، فيكم برضه تستبدلوها بالفلفل الاحمر الحراق، برضه كيف ما بتحبوا وكيف ما بتفضلوا. حقطع الفليفله والفلفل لمكعبات كيف ما عم بتشوفوا معي. انا الفلفل قطعته لدوائر لانه حجمه كتير صغير. تمام، والفليفله هون عندي بقطعها لمكعبات بالشكل والطريقه الواضحه قدامكم. بحطهم كلهم بطبق واحد. كل المكونات اللي حقطعها ححطها كلها بطبق واحد. عندي هون جزر. الجزر هون ضروري جدا 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 انه نقشره، لانه لما بيتعرض القشر لحراره او بيتعرض لضغط او القشره عندنا بتسود، فاستبعدوها، قشروا بيكون كتير افضل. قطعت الجزر لمكعبات، بس المكعبات صبايا عنا رفيعه، ما بتكون عنا سبيكه مثل اللي بنعملها للطبيخ، لا حتى تسهل عليكم بالاكل. ضفتها ايضا فوق الفلفل. عندي هون حبه من الليمون الاخضر وحبه من الليمون الاصفر، عامله ميكس كتير اطيب. بحطهم كلياتهم مع بعض وبضيف عليهم معلقه كبيره مليانه من الملح الصخري. بحرك كل هاي المكونات مع بعض. بعد هيك بضيف معلقة كبيرة مليانة من حبة البركة اللي هي القزحة أو الحبة السوداء بقولوا لها. تمام، بدمج كل هاي المكونات مع بعض. بعد هيك بغطيه وبتركه ما يقارب من ساعتين لليلة كاملة، كيف ما بتحبوا كيف ما بتفضلوا. فيكم تتركوه لليلة كاملة بيمشي الحال. تمام، شوفوا على هاللون، ولا أحلى ولا أروع ولا ألذ من هيك. على فكرة أنا هذا النوع بحبه وبموت عليه. لو حبيتوا بهاي المرحلة تكونوا سلقين ما يقارب كوب من الفاصوليا الخضراء، بتسلقوه نص سلقة. تمام، تتركوه ليبرد وتضيفوه مع هاي المكونات، برضه بيمشي الحال. بعد ما مرق عليه، انا هون عندي 4 ساعات تركته، بمسكه وبعصره بعصره 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 قد ما بقدر حتى نزل كليات المي اللي موجوده فيه. شوفوا كميه المي اللي نزلها بعد 4 ساعات، ولو تركتوه اكثر برضه احسن واحسن. شوفوا لي على سر هالنكهه من وين طالع، من الكزبرة. متخيلين؟ عندي هون معلقة كبيرة مليانة من الكزبرة، بدقها خشن، بضيفها على طول فوق المكونات طبعا بعد ما عصرناها. تمام، عندي هون ايضا كوب من الجوز اللي هو عين الجمل. تمام، برضه بكسره خشن، اطيب من الناعم، هيك زاكي انه نشعر بطعمته والله صدقوني. بقطعه هيك بهذا الشكل، ما بدقه كيف ما قلت لكم، وبحطه كلياته فوق المكونات. بدمج كل هاي المكونات مع بعض وما بستنى عليه، على طول بكبسه. في ناس بهاي المرحلة بحبوا يحطوا سنين 3 4 من الثوم، بقطعوه برضه ناعم وبضيفوه، بيمشي الحال. فيكي كمان تستغني عن الليمون وتضيفي مثلا بداله فاصوليا خضراء، بتفوري عليها المي وتتركيها لتبرد وبتضيفيها، برضه بيمشي الحال. فيك تضيفي ذرة صفراء المسلوقة المعلبة، برضه ولا أحلى. يعني بتقدري تحطي اللي بدك اياه وبتمشي بنفس الخطوات. هلا الكميه اللي انا عملتها اليوم بدها معلقه واحده من الملح، ضاعفتي الكميه بتضاعفي كميه الملح، بس ما تملحوا كتير، طعمته مو حلوه بصراحه، بكون كتير مالح. بس اطيب شيء بيتقدم مع اللبنه. انا اول جبنه الفيتا، يا سلام يا سلام، ولا احلى ولا اروع ولا اطيب ولا ألذ من هيك. ولازم تجربوها وتكتبوا لي بالتعليقات هل انتم جربتوها قبل هالمره ولا لا. بالهنا والشفاء مقدما، بشوفكم على خير وباي باي.